ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الفيديو ده انا هطلع مش هظهر بوشي، علشان انا لازم اشرح لكم حاجة انتوا طلبتوها مني على القناة. في ناس طبعا المشروع اللي احنا قلنا عليه ان انت تجيب الحاجات من سوق ديانة او سوق الجمعة، وتقدر ان انت تبيعها باسرع وقت من عن طريق المتجر بتاع الفيسبوك. وللأسف لقيت ناس كتير مش عارفة ايه هو المتجر بتاع الفيسبوك، عشان كده قلت ان انا هطلع واعمل الفيديو ده. بس يا ريت لو انت اول مرة تشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب على القناة، وتعمل لايك على الفيديو ده علشان يفيدك ان شاء الله او يفيد غيرك باذن الله. طيب، ايه هو متجر الفيسبوك؟ متجر الفيسبوك زي ما احنا قلنا حاجة بجد الفيسبوك مقدمها لنا واحنا مش عارفين نستغلها بجد. تقدر ان انت تبيع اي حاجة بسهولة في خلال 3 4 ايام. مش هتكمل 3 4 ايام وتبيع الحاجة اللي معاك. يعني بص، حتى انتوا شايفين، بص انا كنت عارض حاجة، بص الرسالة لسه جاية له، واحد بيقول لي اخره كام. طيب، ايه هو المتجر الفيسبوك؟ هنخش ازاي على متجر الفيسبوك؟ طبعا عشان أنا تليفوني ايفون فالمتجر هتلاقيه تحت. انت لو اندرويد هتلاقي المتجر ده فوق، اللي هو ماركت. اللي انت الكلمة اللي انت شايفها اللي انا دايس عليها دي دلوقتي تحت، الماركت ده. طيب، ده الماركت بتاع الفيسبوك. تقدر ان انت تشتري اي حاجة، تخش تكلم صاحبها وتتفاوض معاه وتمام وزي الفل، مفيش اي حاجة. طب انا اعرف ابيع ازاي؟ اول حاجة هتدوس هنا بيع. تمام، زي ما انتوا شايفين طبعا دي عدد النقرات اللي عندي. انشاء قائمة. طبعا انت عايز تبيع عنصر واحد او مركبة او منزل. يعني انت ممكن تبيع منزل، ممكن تبيع عربية. خلينا في عنصر واحد. لو انت هتشتري حاجة مثلا مستعملة وتقدر ان انت تبيعها، هنعمل كده. وليكن مثلا انا اشتريت مثلا مثلا هنقول مايك. هنعتبر ان دي صورة المايك، هننزلها كده وتكتب هنا مايك كذا. مايك مثلا بويا. السعر مثلا تقدر انت مثلا لو انت عايز تبيع ب 400 تكتب مثلا 600 عشان لو هيتفاوض معاك. الفئة طبعا بيقول لك ايه الحاجة اللي انت هتبيعها، اجهزة، حدائق، اساس، ادوات. بتقدر ان انت بتقول له بالظبط ايه نوع الحاجة اللي انت بتبيعها علشان يوصلها للناس المهتمين بالمنتج بتاعك. طبعا الحالة بيقول لك جديد ولا مستعمل يشبه الجديد، ولا مستعمل بحالة جديدة، ولا مستعمل بحالة معقولة. طبعا دي برضو انت اللي بتحددها، الحاجة بتاعتك جديدة ولا مستعملة. هيبقى في الغالب مستعملة، لان احنا زي ما قلنا هنشتري الحاجة وبعد كده هنبيعها على المتجر ده. تمام، وبعد ما تخلص كل حاجة عايز تخفيها من عند الأصدقاء عادي، وعايز تسيبها برضو عادي، دي حاجة بتاعتك. وفي الآخر هتدوس على كلمة نشر اللي فوق على الشمال اللي انتوا شايفينها دي. طيب، أنا واحد من الناس كنت عرضت مايك. تعالوا كده نشوف مثلا كام واحد كلمني على المايك. طبعا بتخش بتلاقي الرسائل زي ما انت شايفها كده على ماركت بليس اهي. بتخش كده، بصوا الناس قد ايه كلمتني على المايك. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كل دي ناس بعتالي. لو هم كلهم مش هيشتروا اكيد في واحد منهم هيشتري. يعني بصوا وانتوا معايا دلوقتي اهو، لسه الرساله جايه لي حتى قدامكم. واحد دعيت لي بيقول لي ده ينفع يشتغل على مكنه ايه المسجد؟ اخره كام؟ اخره انا مثلا عارض فوق اهو، هقول له مثلا ده اخره 500 زي ما انتوا شايفين. وبالتالي تقدر ان انت تبيع باسرع وقت. ده المايك اللي انا عارضه، تمام، اللي هو مايك بويا، اللي هو بروحين بمايكين. ومع عندي برضو مايك بويا بروح واحد اهو. بص انا عارض اتنين حتى. بصوا هنا هتلاقي هنا شكل مايك، والتحت هنا شكل مايك تاني. انا عارض مايكين، فالناس على طول بتخش تكلمك وتقدر ان انت تبيع. بالتالي بقى كده تقدر تعمل ايه؟ زي ما احنا ما قلنا، تقدر ان انت تعمل مشروعك من الماركت اللي انا وريته لكم ده. لان في ناس كتير قالت لي احنا عايزين نعرف ايه هو الماركت او بتجيبه منين من على الفيسبوك. فزي ما قلنا هنرجع تاني نقول لكم برضو عشان في ناس ما خدتش بالها. الماركت اللي هي اللي تحت هي مكتوب عليها ماركت بليس. تمام، بتخش كده وكل حاجة انت عايزها هنا، والبيع هنا. لو انت مثلا عايز مايك هتكتب مايك، تمام، هيطلع لك 100,000 مايك مستعمل بأسعار كويسة جدا. وتقدر ان انت زي ما قلت لك تبيع. وبجد المتجر ده انا مش عايز الناس ما تستغلوش، لازم تستغل المتجر ده لانه هو مجاني 100%.
مش زي اوليكس خالص. اوليكس بتطلب منك فلوس، او واحد بص عارض مايك ب 300 برضو، تمام. اوليكس بتطلب منك فلوس كتير جدا عشان تقدر ان هي تخلي الاعلان بتاعك يظهر لكل الناس. لكن الماركت بتاع الفيسبوك حرفيا يعني هو كنز، واحنا مش عارفين نستغله. يا ريت كل الناس تستغله. وزي ما قلنا في الفيديو، يا ريت اللي ما اتفرجش على الفيديو يتفرج على الفيديو اللي قبل ده، اللي انا كنت بتكلم فيه على الماركت بتاع الفيسبوك، علشان تعرف تعمل مشروعك ازاي. مشروعك هقوله برضو بطريقة كده سريعة، ان احنا هننزل ان شاء الله سوق الجمعة ونشوف الحاجة اللي هي بتبقى مستعملة وشايف ان هي قيمتها حلوة، تاخدها بسعر كويس. لان سوق الجمعة بيبيع الحاجات مستعملة بسعر كويس جدا جدا، وتقدر ان انت تجيبها وتعرضها على المتجر بتاع الفيسبوك، وهتلاقي نفسك كسبان فلوس كويسة جدا. بس كده يا شباب، يا ريت اللي كان مستني الفيديو ده يعمل لي لايك على الفيديو، يعمل لي سبسكرايب، علشان ان شاء الله هنزل لكم بكره باذن الله فكره مشروع محترمه جدا. قسما بالله المشروع ان شاء الله اللي هينزل بكره، اللي مش هيعمله هيندم. هيندم لان هو مشروع يعني لو قلت لكم ان هو المشروع هتقدر تبداه ب 10 جنيه هتقول لي انت كذاب. لكن انا هثبت لك ان انت تقدر ب 10 جنيه، ب 10 جنيه في جيبك تعمل مشروع وتربح منه. بس كده يا شباب، كده وصلنا نهايه الفيديو. كان معاكم هشام سعيد من قناه هشام سعيد، لان انا كنت عامل قناه اسمها اتشيانو، لكن القناه دي بقت اسمها هشام سعيد. بس كده يا شباب، السلام عليكم.